قال لك البرلمان اجتمع الان رئيس الحكومه اليوم معطيات جديده وقال لك اجتمع من البرلمان دقيقه شويه اجتمع من البرلمان وقال لهم احنا ماشيين فيه انت فقير كي اثيوبيا ماشي فيه ولا قول لنا واش معناها انك ماشي فيه علاه ماشي فيه على ما دير سياسه الغذاء وكما قالوا الشباب ولا الطاقه النوويه السلميه ولا الطاقه الشمسيه لماذا؟ علاه يعني معناها بعد 20 سنه باش يقولوا الارض الجزائر غير صالحه للزراعه خويا درنا الغذاء لان الحرب رايحه تاكل الغذاء. جاوبنا يا سيد رئيس الحكومه والمسؤول على الغاز الصخري، لماذا طلعت الغاز الصخري وهو فيه الخساره؟ لماذا ما استعملتش طاقات بديله؟ هل ما عندكش البترول؟ والله انت سليل الفارون من الجيش الفرنسي، يعني للقضاء على الشعب الجزائري راح نقولوها بكل صراحه. الاول حديث قضيه استعماريه يا محمد، انا مش قضيه بطاله هذه. اسمع بطار شهدت بالله انا خدمه ودرت مظاهرات قلت لك ما تقدرش الدوله 3000 مثلا بطال تخدمها لك في نهار، قلتها لك ولا والو؟ بصح هذه قضيه ما فيهاش سؤال جواب. في حياه عمود باختصار غاز صخري لانه جريمه. ما ندخل لو ندخلوا في الاقتصاد والحر فيهم والراجل فيهم هذا مش يحدثنا. يجينا يا اخي الولايه هذا وزير الطاقه ولا عازرين ما يقولناش يصلح. شوفوا باختصار ايش معكم كل الشياب قول لهم قضيه مصيريه، الشياب الشباب حتى اخويا كان لقيتوا حتى الدواب تطهدر يتصيح جيبوها لنا. المشكله يا جماعه اسمعوا مليح كيفاه معنى الغاز الصخري واش قالوا لكم به باختصار. الكلام اللي قالته وزير فرنسا على مناهضته الجمعيه اللي نهضته عاودوه لنا، واش قالوا باختصار؟ قالوا كان يطلع ب 400 ماده الان اصبح يطلع ب 150. فاهم وزيركم الطاقه واش قال؟ والله وزير مكلف قال الماده هذه راها بعد 2020 تنقص، خلينا ل 2020 وقاعد تنقص الماده. اسمعوا علميا نحن الغاز الصخري حاجه فيها الخساره يتباع رخيص للخارج. عندنا الغاز المميع والبترول، البترول مش راح يطيح 6 شهور وراح يطلع يوصل 200 دولار وما يستغناش عليه العالم لسنه 2040 ما يستطيع يستغنى عن البترول. عندنا الخيرات، هذا الغاز الصخري للقضاء على الزراعه في الجزائر. اتفقنا؟ على الحياه كل للقضاء على الزراعه في الجزائر باش بعد 2020 الحرب تكون على الغذاء. كون في علمك صح. باغي نسولو سؤال، اذا كانت امريكا مثلا تصدر في القمح ولا مثلا كلمه اخيره، اذا امريكا وفرنسا يصدروا في القمح للدول المستغله حثيثا، احنا عندنا اللي الدوله اللي استغلت 50 سنه راه استغلت. هذا هو انتهينا.